الفريدي. احمد، سيطرتوا على بدايه الشوط الاول، بعد كذا الاتحاد قدر يرجع المباراه. المباراه يمكن نقول تقاسمتوها، الاتحاد العكس في الشوط الثاني، بدا الشوط الاول افضل منكم الشوط الثاني، ولكن في الاخير انتم رجعتوا قدرتوا ترجعوا للتعادل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا ما يعني أيدك أنا في إنه تقاسمنا المباراة أبدا. المباراة كانت كلها لصالح الهلال. هجمتين يمكن الاتحاد استغلوها، فاول وهجمة مرتدة، هذا اللي يمكن سووه الاتحاد. بعد الهدف الثاني للاتحاد حاول إنه يعني يحافظ على النتيجة ويقفل ملعبه، لكن الحمد لله يعني الله رزقنا بهدف في الدقائق المهمة يعني من وقت المباراة. أتوقع إنه التعادل من صالحنا احنا شيء كبير. نفكر في المباراة القادمة في الرياض إن شاء الله. اخذت كوع، ما يعني نقول سلامات. الله يسلمك، كوع خفيف جاني في العين اليسرى. اكيد اطلعت على الاخبار، هل فكر الاحتراف الاوروبي موجود عند احمد الفريدي؟ أي أخبار؟ في الجرايد. والله ما أقرأ، بس أعطيني أي خبر. طيب، انه احمد الفريدي الان بات يفكر ينتظر شهر يوليو عشان يخش فتره 6 اشهر عشان يبدا يفكر في الاحتراف الخارجي. أنا أقول لك أي لاعب سعودي يتمنى إنه يحترف خارجيا، لكن الهلال ما زلت ارتدي شعار الهلال. باقي لي 6 أو 7 شهور. أتمنى إني ألعب خارجيا وفي عروض، لكن ما أتوقع أن العروض توصل إلى إنه الواحد يشجع إنه يحترف خارجيا. أنا ما فكرت في الموضوع والله يعني للآن. باقي شهر كامل، عندك 8 مباريات لابد إنك تفكر فيها، ما تشغل نفسك في موضوع العقد. تكلمت مع الأمير وتكلم مع الأمير عبد الرحمن مساعد. اتفقنا على انه ان شاء الله اذا تاهلنا الى دور الثمانيه في اسيا نبدا نتناقش موضوع العقد. احمد الفريدي اسم ما حد يخفى، يعني نجوميه احمد الفريدي ما تخفى على احد. التغيير المتكرر اللي اعرفه من المصادر، التغيير المتكرر في المباريات ضايقك شخصيا؟ لا ابدا، انا والله ما ضايقني اي شيء. انا يعني اتمنى العب في اي لحظه في اي وقت. ان شاء الله اني اسوي الفارق، اعمل الفارق. اللاعب الموهوب لا تخاف عليه، في اي وقت ممكن يسوي لك فارق كبير. مستقر في الهلال؟ جدا. يعطيك العافيه احمد. عافية. حسن